حبايب دودو، النهاردة هنحكي مع بعض قصة جديدة. قصتنا النهاردة اسمها داوود والسلحفاة الحكيمة. كان في قرية صغيرة جنب الجبل، كان فيها ولد صغير اسمه داوود. داوود كان عنده 10 سنين، كان معروف بذكائه ونشاطه، بس كان عنده عيب صغير، كان مستعجل دايما، ما بيحبش يستنى حاجة أبدا. لو زرع بذرة يفضل رايح جاي يطمن عليها كل دقيقة. لو طلب حاجة من باباه يزعل ويتنرفز لو اتأخر دقيقة. حتى مع أصحابه لو حد اتكلم بشويش يقاطعهم ويقول لهم يلا يلا خلصوا، أنا مش فاضي استنى. وفي يوم من الأيام قرر داوود يطلع الجبل لوحده يدور على مغامرة جديدة. خد شنطته الصغيرة في إيديه وشوية أكل وطلع بدري بدري. وهو بيتمشى بين الأشجار سمع صوت خفيف كده بيقوله ياه الطريق طويل. بص داوود جنبه لقى سلحفاة كبيرة وطيبة ماشية على مهلها في نفس الاتجاه. بصلها وقال لها بسخرية انتي لسه في أول الطريق، ده أنا كنت وصلت ورجعت. ردت عليه بابتسامة هادية، كل واحد وليه طريقته، بس الأهم نوصل في الآخر. ضحك داوود وقال لها أنا أسرع منك 100 مرة، تعالي نتسابق ونشوف مين يوصل لآخر الجبل الأول. قالت له السلحفاة ماشي يا داوود، بس خلي بالك السرعة لوحدها مش كل حاجة. اتفقوا يبدأوا السباق من تاني يوم عند شروق الشمس. وفي تاني يوم وقف داوود مستعد، والسلحفاة وصلت وهي ماشية بالراحة. بدأ السباق، داوود جرى بسرعة الصاروخ، سبقها بمراحل كبيرة لحد ما تعب وراح قاعد يرتاح شوية تحت الشجرة، وقال لنفسه دي لسه ورا، هاخد لي نص ساعة نوم وهتكون لسه ما وصلتش. لكن وهو نايم فجأة الجو اتغير والغيوم ملت السماء والمطر بدأ ينزل خفيف. السلحفاة كانت ماشية باستمرار، خطوة بخطوة خطوة بخطوة، وفضلت تمشي وسط المطر. صحى داوود لقى نفسه مبلول والدنيا مغيمة وجسمه تعبان. حاول يكمل الجري لكنه اتزحلق في الطين وتعور في رجله. ووصل لنقطة في الطريق لقى السلحفاة هناك بتحط له حتة قماش على جرحه. اتصدم وقال لها انتي وصلتي هنا قبلي؟ بصت له كده وقالت له بهدوء انا مشيت من غير ما استعجل وما ضيعتش وقتي في النوم ولا في التفاخر. اللي عنده صبر يوصل دايما حتى لو كان أبطأ. سكت داوود وبص في الأرض من كسوفه وقال لها أنا آسف، كنت فاكر السرعة هي الأهم. قالت له السلحفاة مش مشكلة يا داوود، المهم إنك فهمت. المرة الجاية جرب تمشي بشويش وتفكر قبل ما تحكم أو تسبق حد. ومن يومها داوود اتغير، بقى ياخد نفسه قبل ما يتكلم، بقى يسمع الناس للآخر، بقى لما يزرع حاجة يصبر عليها ويقول كل حاجة حلوة بتيجي مع الوقت. حكمتنا النهاردة يا حبايبي إن اللي عنده صبر دايما بيوصل، والتسرع ساعات بيخلينا نغلط أو نضيع فرص كتير حوالينا. يا رب يا حبايبي تكون قصتنا عجبتكم، واستنونا مرة تانية مع حكايات دودو.